to survive, I'll be honest. Your love is السلام عليكم. ما يحلى الكلام الا بالصلاه والسلام على سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نلقاكم بصحتكم ومهنيين. اليوم جبت لكم وصفه الخبز الكوشه ناجح 100%. واش نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج 2 كيسان فرينه، 2 كيسان سميد يكون رقيق، نحتاج كاس ما يكون دافي، كاس حليب يكون دافي، كاس الى ربع زيت، نحتاج الى ملعقه سكر، ملعقه من الخميره الفوريه لا لوفير دو بيير تاع الخبز، ونحتاج الى هاد الزريعات هادوما. هادي شوفوا واش دايره السانوج، دايره زريعه الكتان، دايره حبه الحلاوه، ودايره زريعه البسباس. ونحتاج الى ملعقه ملح. نبداو على بركه الله. واش نديرو في الاول؟ نديرو فرينه نواشف، نبداوهم نديروهم نواشف. نديرو ملعقه سكر، ملعقه الخميره، خميره الخبز، ونزيد هاد الزريعات نخلط هكذا مليح. من بعد واش نزيد هنا؟ ندير في الوسط واش نزيد كاس ماء يكون دافي، كاس حليب يكون دافي تاني، كاس الا ربع زيت. نخلطهم. هنايا نضيف ملعقه قهوه هكذا ملح. اهو والملح ذوقوا، شوفوا حبيت لازم ناقصه شويه ملح زيدوا لها. شوفوا ها شوفوا كيفاش تجي، تجي شوفوا تجي خفيفه. دوكا نجيب الصينيه نديروها في الصينيه. شوفوا شوفوا كيفاش تجي، شوفوا خواتاتي كيفاش تجي. دوك نروح نحطوها في الصينيه. من بعد نجيبو صينيه ندهنوها هكذا كاع بالزيت. انا القطه تاع الصينيه تاعي هنا 25 سنتيمتر. وشوفوا اللي عندها الصينيه تاعها تلصق دير ورقه الطهي من تحت. هاي ندير هكذا نجوزو نفرغو الخبز تاعنا. شوفوا تعملوها غير هكذا ديجا هاي تحكم بلاصتها هكذا. بسم الله تشوفوا تقدر تخطيها برك شويه هكذا تحكم بلاصتها. دوك ندهن الخبز تاعي. هنا درت صفار البيض ودرت شويه قهوه وملعقه صغيره زيت.
ندهنها هكذا كامل. القهوة علاش درت القهوة هنايا؟ باش تنحي ريحة الصفار البيض هذاك، والزيت باش تعطينا شوية لمعان للخبز تاعنا. هاي راك ندير شوية انا فوقها، ندير شوية ساندويتش، هذا مكان هكذا. نجي نغطيها بورقة طهي هكذا، نغطيها بمنديل ونخليها ترتاح حتى تخمر. ها هو الخبز بعد ما طاب، شوفوا كيفاش حمر مليح، شوفوا خواتاتي كيفاش جا، شوفوا 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 هايل. بسم الله، شوفوا ها خفيف. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو باش تدعموني والاستفادة، وندعوكم للاشتراك اللي مازال ما اشتركش في قناتي، وتضغطوا على جرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتي الاقتصادية. دمتم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.